وينضم إلينا من دير الزور الناطق باسم شبكة ديري نيوز نور الديري. نور، لو تطلعينا على أبرز المستجدات في دير الزور ولا سيما المعارك التي تدور في حي الحويقة. نعم أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد يشرق على مدينة دير الزور كغير باقي الأيام، فمنذ الصباح الباكر بدأ مسلسل القصف اليومي والهمجي على أحياء مدينة دير الزور المحررة، وذلك ردا على انتصارات أبطال الجيش الحر. فتركز القصف على الأحياء التالية: الحويقة والجبيلة والصناعة والموظفين والعرضي وجنامات والعرفي والشيخ ياسين والحميدية، بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة من راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة وقذائف هاون ودبابات، مما أدى إلى اشتعال الحرائق ووقوع عدد من الجرحى. رغم كل هذا القصف العنيف، فقد استمرت بطولات مجاهدينا وأبطالنا الجيش الحر في كل من أحياء الحويقة والجبيلة والصناعة والموظفين، كما امتدت الاشتباكات إلى شارع النهر الكورنيش من جهة الحويقة. استيقظ أهالي المدينة على أصوات الانفجارات التي هزت الأحياء، كما قام الطيران الحربي منذ الصباح بأكثر من 15 غارة جوية حتى هذه اللحظة، حيث استهدفت حي الحويقة بعد تحريره، وغارة استهدفت حي الموظفين، وغارة أخرى استهدفت حي الشيخ ياسين، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى التأمينات المحرر. أيضا قام أبطال الجيش الحر باستهداف حاجز مشفى القلب عند شارع الكورنيش بمضادات الطيران. كما قام الأبطال الجيش الحر بعملية نوعية حيث تم قتل 6 عناصر من الجيش النظامي وأسر 7 آخرين من بينهم جريح، وما تزال أعمال التمشيط مستمرة. كما قامت كتيبة جنود بيت المقدس بضرب حاجز طحطوح بمدفع جحيم عيار 165 وتحقيق إصابات مباشرة ولله الحمد. أيضا تم تسجيل سقوط عدد من قذائف الهاون على حي القصور الذي يقع تحت سيطرة الجيش النظامي. انتقالا إلى الريف، فقد شهدت سماء الريف الشرقي تحليق للطيران الحربي وسقوط عدد من القذائف على قرى الحسينية وحصان في الريف الغربي. كما وردتنا أنباء عن انفجار صهريج نفط في مدينة العشارة في ريف دير الزور. أما بالنسبة للوضع الميداني فهو صعب جدا وسيء للغاية، حيث تم ارتقاء عدد كبير من الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى، حيث اليوم أطلقت المشافي الميدانية نداءات استغاثة من أجل التبرع بالدم من كافة الزمر. نعم، هذا ما استطعنا توثيقه من أحداث شكرا مدينة دير جزيلا الزور. لك نور الديري، ناطقة باسم شبكة ديري نيوز من دير الزور. تسعى